دروس الرجولة من مدارس مواقفها. فهالعلم كله لأن علم الرجال أفعال، لأن الرجولة عند من هو يشرفها، ووقت المعارك تكتشف من هم الأبطال، ومش كل من هو بالحكايات يوصفها تخليه هامة يوم تضرب بهالأمثال. أنا شفت من هو في فعاله يخالفها، وكنت أحسبه سيد المراجل من الأقوال. سمعنا قصايد كم تباهى مؤلفها بالأقوال، لكن ما لقينا بصيص أفعال. إذا قلت كلمة وانت مش كفوة تنصفها تصيبك بلعنة، لأن ما حد لفعلك طال. علوم الرجالة تنصرف من مصارفها، ولا بد ما تلقى الردي قبل تلقى العال. كما النادرة ما تسكن إلا متاحفها، ولو بايرة يوصف حلاها 100 دلال. علوم العرب مغلى ومكثر معارفها، قصص من مواقف قد تناقل لها الأجيال. فعال القبائل وحدها اللي تصنفها، ومن كل هزة تكتشف قوة الزلزال. ومش كل من يغدر أميرة ويخطفها يقولوا بطل ويصير بين العرب رجال. وأي أغنية تخرج من إحساس عازفها، إذا جت لسمع الراقصة هزة الخلخال. ومش كل وردة قد تعطر لقاطفها، ومش كل جودة نعتقدها من الأشكال. فكم من نساء تحجب شرفها شراشفها، وكم من رجل من دون شارب وهو خيال. ومش كل خطوة حظها يوم حالفها، نقول إن صاحبها مشاها وطاب الفال. ولكن قلوب تسترت في معاطفها تولد قمم وهدت قممها إلى الأنذال. ولو بير جفت لا تدور مغارفها، ضياع الدقايق موت لأن العطش قتال. وأنا من حقايق واجهتني وأنا أعرفها، عرفت إن في عمق الألم يصنع الرجال طباع الوجيه ما هي كما أنت شايفها، ولا حد يزين قبح وجهه بلا سلمان.